السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في منوعات ام محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايبه لكم فوائد حلوه جدا من قشر السفندي، وهنعمل منه وصفات كتير. بس هقول لكم الاول فوائد قشر السفندي عموما كده في فيديو عام، وبعد كده هنعمل منها الوصفات. قشر السفندي اهم حاجه انه للتخسيس، مفيد جدا للتخسيس. قلنا السفندي قلت لكم قبل كده ان كان في نسبه ميه عاليه، و اللهم صل على سيدنا محمد، ونسبه فيتامينات ونسبه الياف. فدي تلت واحد بس في السفندي، لكن التلات التانيين في قلب قشر السفندي. يعني احنا بناكل الثمره بس، وبنسيب الباقي، وبنرمي الباقي بقيه الفوائد بتاعتها. وانا شفت بره زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو كان بتاع قشر الموز، باين ان في قناه من القنوات معايا، معرفش هو من دول شرق اسيا، بياكل الفاكهه بقشرها. فانا كنت بستغرب ازاي بياكل الفاكهه بقشرها. ترى هم اكيد عارفين الفوائد اللي في القشره اكتر من اللي في الثمره. فسبحان الله، يعني احنا المعلومات بتجيلنا متاخره. وزي ما قلت لكم قشر السفندي كنز من الكنوز الطبيعيه اللي لازم نستخدمها، حاجه ربنا خلقها لنا ومن الطبيعه، سواء قشر السفندي الصيني او البلدي. يعني ما شاء الله، يعني في فوائد عاليه جدا. قلنا للتخسيس بيذيب الدهون، وهعمل لكم منه وصفه للتخسيس، او زي ما قلت تبشريه على السلطه او تاكليه كده زي ما انت عايزه. بس بيدمر الخلايا الدهنيه في الجسم، ودي حاجه ببلاش اهيت، مش هتدفع فيها اي فلوس، وحاجه كانت بتترمي. كمان للبشرة، بيحافظ على نعومة البشرة ونضارتها، بيعمل على تجديد الخلايا الجلدية، بيساعد على تحسين مظهر البشرة ومقاومة التجاعيد، ومفيد للوجه لأنه بيزيد من نعومة البشرة زي ما قلنا، وبيرطب البشرة، لأن فيه حمضيات وفي نسبة عالية جدا من المية، وفي نسبة عالية جدا من فيتامين ج، واللي هو بيساعد على فرز الكولاجين في البشرة. وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، فوائد قشر السفندي للشعر بقى، انه بيزيد من نمو الشعر، وبيعمل على تحسين مظهره، وبيطول الشعر، لانه بيحتوي على كميات كبيرة جدا من فيتامين ألف وفيتامين ب وب 6 وب 9. وكمان بيأخر ظهور الشيب في الشعر. شفتوا سبحان الله، بيأخر ظهور الشيب، يعني بيخليش الشعر يبيض بسرعة او بيبيض عموما يعني. كمان ممكن نستعمله كمقشر، تبشريه وتروح وتضيف عليه سكر او ملح البحر وتدعجي بيه جسمك. خلي السكر للوجه، تعمليه مقشر للوجه بالسكر، لكن الملح لبقية الجسم، دي بينعم الجسم جدا، وبيدي طراوة للبشرة، يعني بيرطبها. كمان قشر السفندي بيعالج عسر الهضم، بيقلل من الأوجاع المعدة، بيقي من السرطانات والقولون والمستقيم، وبيقلل من أعراض القولون العصبي. يا سبحان الله، ده كله في قشر السفندي. شفتوا بقى ان قشر السفندي مفيد قد ايه؟ جربوه وانتوا مش هتندموا، يعني حاجة ببلاش كده، وتجربة يعني مش هتخسري حاجة كنت بترميها، استفادي منها، جربي استفدت منها. أنا خلاص كان بقى تعملها كل مرة، ما استفدتيش خلاص مش هتخسري اي حاجة.
هنعمل منه ماسك لحب الشباب وكمان هنعمل منه تونر، وزي ما قلت لكم هنعمل منه عصير اللهم صل على سيدنا محمد للتخسيس. يعني شوفوا زي ما قلت لكم قشر السفندي كنز من الكنوز اللي ربنا خلقها لنا، السفندي وقشره. وكمان هنعمل منه شاي عن طريق هنجفف القشور بتاعته ونعمل منها شاي. يعني هنستفيد من كل حاجة فيه. ويا رب تستفيدوا من الفيديو وتطلعوا بمعلومة بسيطة منه. ولو استفدتوا من الفيديو اشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك لو حتى خدتوا معلومة منه كده بس. وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بقية الفيديوهات من السفندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم في الفيديو ان جايبه لكم فوائد قشر السفندي. هنعمل منه وصفات كتير للتخسيس وللبشرة وللشعر. واللهم صل على سيدنا محمد. وهنعمل منه شاي، تشربي كده شاي منعش يفيدك. ليه بقى يشرب في السفندي؟ قشر السفندي لانه بيحتوي على كثير من الفيتامينات وعلى الالياف والمعادن. فيه فيتامينات كتير اكتر كمان من اللي في السفندي نفسه. ويلا بينا نشوف ايه بقى هي الفيتامينات اللي فيه والمعادن. اللهم صل على سيدنا محمد. فيه فيتامين B6 وفي فيتامين سي. طبعا السفندي غني جدا بفيتامين سي. وفي اوميجا 3 واوميجا 6. وكمان في مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات. وكمان قشر السفندي بيساعد الجسم على محاربة التعب والخمول خصوصا مع الضغوط اليومية، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، وبيدي النشاط وحيوية للجسم. سبحان الله، ده في قشر السفندي. كمان في التخسيس بيساعد على رفع معدلات الحرق وتحسين حركة الجهاز الهضمي والمساعدة في فقد الوزن. يعني في فوائد كتير جدا. ويلا بينا مع أول وصفة هنعملها من قشر السفندي.